أستاذ عصام صحفي في جريدة، قرر هو و11 من زمايله يساعدوا الشرطة تقبض على الدجال عدنان، بس عدنان انتحر في السجن، واتبعتت لكل واحد فيهم رسالة بتقول برجك سوف ينتقم منك. بعد ما القضية اتقفلت كل واحد فيهم أخد مكافأة تسد عين الشمس. أستاذ عصام زي أي زوج مصري أصيل أول ما استلم المكافأة طلع على الجوهرجي واشترى لمراته بروش دهب، لسه داخل ينادي عليها شافته واتخانقت معاه، فتعصب عصام وضغط على البروش لحد ما ايده نزفت واتنقل للمستشفى، وهناك الدكتور قال انه اتحقن بسم. فبص عصام على البروش لقاه على شكل حمل، وعصام اصلا برج الحمل، وهنا بدأ يفهم معنى الرسالة. حاول يبعت لزمايله يلحق يحذرهم بس كان الوقت عدى ومات. بعد موته حزنت سوريا جدا عليه، دي كانت زميلته في الجريدة، وفي يوم وهي واقفة قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها شافت ورم في رقبتها، فنزلت عشان تحلل وللأسف فات الوقت عشان تتعالج، وماتت سوريا في المستشفى بمرض السرطان، في حين إن مي صديقتها المقربة مش موجودة معاها في المستشفى لأنها على يخت مع منير رجل أعمال اتعرفت عليه في لقاء صحفي، وهي هناك جالها مكالمة من مدير التحرير حذرها من برجها، لكن مي ضحكت وقالت له إيه الكلام الفاضي ده وقفلت تليفونها. فجأة اليخت خبط في صخرة وبدأ يغرق، واليخت كان اسمه إيكاريوس وده معناه برج الدلو، بس الغريب إن كل اللي كانوا على اليخت نجوا إلا مي. صفوت زميلها اللي بيحبها لما عرف إنها ماتت اتصدم وقعد يفكر برجه هيموته إزاي. صفوت قاعد في الشقة مع صحابه واللي نزلوا وسابوه، فدي أكيد فرصة مناسبة للطور إنه يدخل البيت يخلص عليه. أكيد لأ، صفوت قرر ينتحر أصلا بنفسه، وأخد علبة المنوم وفضاها فوق المجلة على الترابيزة وبدأ يبلعها واحدة ورا التانية لحد ما فقد الوعي ومات. واللي متعرفوش إن المجلة كان عليها صورة تور، فمع السلامة انت يا صفوت. أما مدير الجريدة كان بيحاول ينقذ اللي باقي منهم، بلغ الشرطة بالأحداث كلها، لكن ضحكوا عليه ومحدش كان مصدقه، فقال لي ياسمين الصحفية تبعد عن أي بنت عذرة خوفا من إنها تموت على أيديها. فياسمين وهي طالعة البيت وقفتها جارتها عزة وعزمت تدخل عندها وقالت لها إنها عايزة تطلق، فسمعهم جوز عزة وبدأ يتخانقوا. ياسمين كانت في النص ما بينهم بتحاول إنها تنقذها، لكن جوز عزة حدفها بالبرواز وللأسف جه في دماغ ياسمين ووقعت. أما بصت على البرواز لقيته صورة مادونا، ودي في الثقافة الغربية يعني العذراء، وللأسف عزة ما لحقتش تكتم دماغها بشوية بن توقف النزيف وماتت عزة، منها لله عزة وجوزها. أما بقى مدير الجريدة اللي قاعد مرعوب على أعصابه قرر يبعد عن أي أقواس تقابله، مشي شبه المجنون، بس أول ما وصل البيت لقى بوكس فيه هدية بيفتحه لقاه كيوبيد، ده تمثال الحب، معجبة يعني. أخده ونزل يومين، وهو راجع حاول على الكهربائي يشتري مصباح لشقته، وهو واقف على السلم بيحاول يركب اللمبة افتكر إن الكهربائي قال له اللمبة دي زمان كانوا بيسموها القوس الكهربي، ولسه بيفكر ينزل من على السلم اتكهرب مات. ونيجي بقى للضحية اللي بعده، هي لمياء صحفية من ضمن ال12 اللي قبضوا على عدنان، كانت ماشية بعربيتها وفجأة عطلت في اوضتها للميكانيكي واللي قال لها سيبيها هو هيصلحها، وراحت تجيب فطار ورجعت لقت العربية جاهزة فأخدتها ومشيت كأنها كانت مستعجلة على قضاها، بس للأسف العربية اتقلبت بيها وماتت لمياء. واللي متعرفوش ان الميكانيكي اللي اخدت منه العربيه دوت مش هو الميكانيكي جابر، ده كان توأمه، ولسه بيقول لها العربيه ما خلصتش بس هي استعجلت واخدتها ومشيت. حتى جابر الميكانيكي نفسه شافها على الشارع وحاول يوقفها بس ما سمعتوش وماتت، وسبب موتها توأم يعني جوزاء، وده كان برجها. هتسألني كلهم هيفضلوا يموتوا كده واحد ورا التاني؟ يوصفني اقول لك ايوه، مفيش حد فيهم هيعيش غير حسن، ودخل مستشفى المجانين بسبب جدي وقضى باقي حياته كلها بيقول الجدي حي الجدي حي. اما كمال وصفاء فعارفين انهم كده كده هيموتوا، قرروا يتجوزوا وبالفعل طلعوا المأذون وبعدها رجعوا البيت سوا. لما صحيت صفاء لقيت جنبها شنطه كمال وفيها صور زمايلهم اللي ماتوا، فاستغربت سبب وجودها هنا. دخلت الحمام لقت شمعة سودة مولعة وفوقيها صورتها، ودي طريقة قديمة من الساحل الأسود، فشالت صورتها ولزقت مكانها صورة كمال، ولعت الشمعة تاني وطلعت تجري على بيت أهلها. وبعد فترة سمعت إن كمال مات، وصفاء الوحيدة اللي نجت من انتقام عدنان. وده كان ملخص رواية حظك اليوم للكاتب أحمد خالد توفيق. لو عجبتك الستوري بورد ما تنساش تقول لنا كتاب نفسك تقراه واحنا نلخصه لك. سلام.